ازاي تلعب ليج بريس على الجهاز ده؟ الجهاز ده لو المسند بتاعه واطي قوي كده هتحتاج ان انت تعليه شويه. هنعليه شويه ليه؟ عشان انت لما تبقى محكم كده ما تتزحلقش لفوق، الوزن ما يخليش يتزحلق لفوق. وهتقعد هتفتح رجلك بالمستوى ده كده بالظبط، المستوى اللي ترتاح فيه. مش شرط تبقى على علامه الجهاز، لا، المستوى اللي رجلك تبقى مرتاحه فيه، تطلع وتنزل بمدى حركي وانت مرتاح فيه. وهترفع الوزن وهتبقى مثبت جسمك كده، في اي حاجه تثبت جسمك كده. يعني ما تلعبليش على الهواء، عشان لو الوزن تقيل تبقى محكم فيه كده. لازم كل نقطه في الجهاز تبقى متصله بيه، تديك باور عشان تنقل قوه. هتمسك الجهاز على الاخر كده خالص وتنزل وتطلع. لو الكعب عندك بيترفع عادي، بيبقى عادي مفيش مرونه، يبقى زودها بعدين، بس عادي لو الكعب بتاعك اترفع، لان العضله ماسكه هنا مش تحت، فمفيش مشكله. وفي حاجه اسمها الترايبود فوت، ان الثلاث نقط دول، النقطه دي والنقطه دي ونقطه الكعب، وساندين كده ويزقوا. بس مش مشكله، يعني لو انت الكعب عندك مفيش فيه مرونه كافيه، زي ما انا قلت لك كده، هتنزل وتطلع للاخر. بس حاول ما ترفعش الحوض عن الجهاز وانت بتلعب كده، لا، الحوض بتاعك يبقى ثابت في الجهاز وتنزل وتقف، بس كده.